برشلونة بمباراة ناقصة سيلعبها أمام سبورتينغ غيغون يوم 17 من شهر أبريل من شهر فبراير المقبل. ضربة الانطلاقة أعطيت من قبل ألبرتو ديانو ماينغ إذن أول كرة لصالح القائد جابي. الكرة عالية، عودة عناصر برشلونة كلهم إلى منطقتهم بما في ذلك سواريز وبما في ذلك نيمار وليو ميسي لصد هذه البداية القوية من جانب عناصر فريق الأتليتيكو. الكرة بلعبة خطيرة والتسديدة تسديدة من أروع ما يكون. كاد يأتي الهدف الأول للأتليتيكو في أول كرة وأول فرصة وأول تسديدة. يا سلام، كلاوديو برافو ينقذ فريق برشلونة من هدف أول من سول نيغويز. سدد صاروخ في الزاوية اليمنى. قلب الدفاع خيمينيز هايلة منه ولكن بعيدة تماما، راحت سهلة لكلاوديو برافو. أكثر واحد خلف المباراة لحد الآن هو كلاوديو برافو الحارس الشيت، وأن ديكو جودين يجد صعوبة في مواصلة هذه المباراة. يبدو ان السافيتش راح ياخذ مكانه. كره من هناك على الجهه اليمنى راحت مباشره لنيغويز، يلحق عليها اصلا نيغويز. جول 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 فعلها كوكي في الكامب نيو. سجل اول اهداف المباراه، خطا فادح في دفاع البارسا. ميروديو كوكي يسجل ثالث اهدافه هذا الموسم، واحد من افضل اهدافه اذا فاز فريق اتلتيكو مدريد بعشرات المناصرين في الكامب نيو. الاتلتيكو يفتح مجال التسجيل عند الدقيقه العاشره. كوكي في القائمه الثاني. اين كان دفاع البارسا في هذه الكره؟ من هناك سول نيغويز يوزع كره على طبق في القائمه الثاني. كوكي وحده راكيتيتش بعيد، حط بيمناه على يمين الحارس. كلاوديو برافو مفتتحا مجال التسجيل امام انظار ليو ميسي. الاتليتيكو في الكامب نيو متقدما على البارسا جول لصفر للاتليتيكو. يا لها من بدايه، هذه هي البدايه التي تعطي المباراة نكهة خاصة، وهذه التي تضفي على اللقاء مزيد من الإثارة. إذا رحنا للدقيقة 60 ونحن 0 مقابل 0، كلها احتمالات وتوقعات. الكرة والتسديدة، هنا التسديدة كانت من فيريرا كاراسكو البلجيكي. مش عارف عناصر فريق اتلتيكو مدريد عندهم مساحات. شوف هنا اللعبة، شوف كاراسكو وين موجود، يسبق راكيتيتش. هاي الإعادة للكرة وللهدف هنا معذرة. هذا الهدف من كوكي، استلم كرة. نقترب من ربع ساعة الأول، ولا كرة ولا لقطة ولا فرصة ولا هجمة لفريق برشلونة. سواريز راح يوصل رجعت له سواريز والكرة راحت ضربة مرمى. في وقت كنت أقول ولا كرة ولا لقطة ولا فرصة ولا هجمة لعناصر فريق برشلونة. غريب شوية الأمر في الكامب نيو. ديانو بلاك رجعت للخلف لليو ميسي. ميسي يرفع كرة لمن هيدا دوري الفاشو. هذه أول كرة وأول لقطة وأول فرصة لعناصر البرشلونة. انطلاقة من كوكي والحكم لم يقل شيئا. وصلت كرة لسواريز لم يمر لصالح عناصر اتلتيكو. ما زالت خوان فران صعد هو كذلك. خوان فران عنده الكرة يوصلها لرفيقه سول نيغويز مع خوان فران وغافير ماتشيران ولم يقدر. نيغويز يلعبها في وسط الميدان، صعبة لصالح الاتلتيكو. الكرة صعبة لاوغوستو. خطيرة. اوغوستو يسدد. يا اوغوستو فرنانديز كاد يفعلها ويسجل الثاني من الارجنتيني القادم من سيلتا فيغو. استلم وراوغ باليسرى وسدد باليمنى، خلى الحارس كلاوديو برافو يسقط جالسا. نعم سقط جالسا ويتابع هذه الكرة. يا سلام، ميسي ونيمار في تنفيذ هذه المخالفة. يا اوبلاك تركت الجهة اليسرى. فاريغو والكرة مرت جانبية. كرة ليو ميسي مرت جانبية بعيدة تماما. ميسي صاحب 11 هدفا. ميسي اكثر لاعب سجل على الاتليتيكو في الدوري، 20 هدف. البارسا داني يرفعها في القائمة الثانية. كرة خطيرة لنيمار والدفاع يتدخل والكرة تروح لجوردي ألبا. جوردي ألبا محاصر، مضطر يرجع للخلف تماما ناحية انيستا خرج له جريزمان. الثنائية لولو ما زال انيستا يلعبها ممتازة. كرة جول. هذه ثاني أخطر فرصة للبارسا. الأولى كانت من داني ألفاش والثانية من السراق سواريز. والدفاع اوغوستو فرنانديز يخرج الكرة، ما زالت لنيمار. يا له من ضغط نيمار باليمنى وباليسرى وجوردي ألبا وجول. جوردي ألبا ميسي وجول. جول لليو ميسي. ليو ميسي يسجل
يسجل الهدف الثاني عشر. كان متوقع ومنتظر بعد هذا الضغط الرهيب. اللعبة من أروع ما يكون، من نيمار لجوردي ألبا لميسي. جول مرهق البارسا، متعب البارسا، اقتلهم ليو ميسي في هذه الكرة. اللعبة سريعة وقوية ورائعة. ليو يسجل هدف التعديل للبارسا بعد جهد جهيد وبعد ضغط رهيب. برشلونة يعود في النتيجة. يا سلام على ليو، يا سلام. نيمار لجوردي ألبا، جوردي لنيمار لميسي. ميسي خرج كالقط وسط مجموعة، اضربها بيسرى على يمينه بلاك. 9 أهداف وتلقى أوت بلاك حارس مرمى الأتليتيكو. جول لجول في الكامب نيو، والبارسا يعدل أمام أتليتيكو مدريد. الضغط يأتي من كل النواحي والخطر يأتي من كل النواحي، وكل لاعبي البارسا بإمكانهم التسجيل. ليو ميسي يعدل النتيجة لبرشلونة عند الدقيقة 29 من عمر الشوط الأول. عادت الأمور إلى نصابها، زاد في الريتم فريق البارسا. ريتمها لا تريد أن تنقص من ريتمها، تريد أن تواصل ضغطها على لاعبي فريق الأتليتيكو. سواريز جول 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 جول. سواريز الخداع يفعلها، سواريز الماكر يفعلها، سواريز الفنان يفعلها. الإرجواني جاء من بعيد، لم يلمس الكرة سوى لمسة واحدة، تركها تمر، تابعها سواريز، سددها سواريز، سجلها سواريز. جول ثاني عندما يسجل ميسي يجب أن يسجل سواريز، بعدما يسجل سواريز يجب أن يسجل نيمار. هذا هو البارسا عند الدقيقة 38. كرة ممتازة من داني ألفيش. ماذا فعل سواريز؟ لم يلمس الكرة، تركها تسير وتمر. الجول الثاني لسواريز. الإرجواني فعلها من أمام مواطنه، وسجل هدفا ثالثا من أمام خيمينيز. سواريز يستلم، سواريز يسجل، سواريز جول ثاني للبارسا بعد 38 دقيقة لعب. انقلبت الأمور والموازين. الأتليتيكو تبلى على البارسا، سجل عليه هدفا مبكرا فدفع الثمن. هدفان لبرشلونة أمام أتلتيكو مدريد. لا تروح لراكيتيتش، وصل من هناك لنيمار. هاي كرة صعبة، نيمار ما زال هدفه هو أيضا. نيمار يراوغ، نيمار يسدد. هو خوزي ماريا خيمينيز ينقد. تروح مرة ثانية لجوردي ألبا، يرجعها لنيمار. وأخوان فران ثلاثي اللي عنده البطاقات الصفراء في هذا الشوط الأول. داني ألفيش، ليو هنا يعطيها لك. هنا البطاقة الصفراء إذا لم يخرجها الحكم فمعناه أنه البطاقة الحمراء. يعني جمع له كل الأخطاء التي ارتكبها، 4 أخطاء ارتكبها المدافع فيليبي لويز، والبطاقة الحمراء يخرجها في وجه فيليبي لويز. أمور الأتليتيكو تتعقد الآن بعد هذه البطاقة الحمراء، لأنه الحكم قال في قرارة نفسه انت ارتكبت اخطاء متكرره، لم اخرج لك البطاقه الصفراء. هاي البطاقه الحمراء اخرجها لك بعد ان جمعت لك كل الاخطاء. بيكيتس من هناك وصل الكره لليو ميسي مع داني ألفيش. ليو زوج لاعبين امامه، هاي لاعبين ليو، تمريره بالمليمتر من ليو ميسي في اتجاه لويس سواريز. كل قد يخرج خلف المدافعين، يستلم كرات ويسددها ويسجلها. خسروا لانه تعب. الكره مرفوعه من كوكي، لا كلاوديو برافو يخرجها مباشره لجوردي ألبا، يلحق عليها جوردي، يوصلها لسواريز ونيمار. لا هايل من نيمار في اتجاه سواريز. ترسل الكره من جريزمان مطلوب الكره من هناك عن طريق كاراسكو، ترجع لجودين يلعبها على الجهه اليمنى مع رفيقه اوغوستو فرنانديز. كاراسكو مرة ثانية من عند رفيقه خوان فران. كاراسكو يواصل عنده الكرة، كاراسكو يوزع كرة بابا جول. لا لن تتاح للأتليتيكو فرصة مثل هذه يا جريزمان أبدا. لن لك يا جريزمان على الأقل كرة مثل هذه. كاراسكو توزيعها من أروع ما يكون. يا جريزمان يا كلاوديو برافو. ينقذ برشلونة من هدف التعديل. رائع يا برافو يا برافو. ينقذ مرماه من هدف التعديل. يا سلام. الفاش يقترب وراكتيتش يدخل. ليو ميسي كرة لسواريز ماهوش متسلل خطيرة. سواريز والتغطية من خوزي ماريا خيمينيز. اي اخوان فران. والبطاقة هنا لديغو غودين والبطاقة الحمراء. نعم هي الثانية. قضي الأمر
قضي الامر. البارسا لا يمكن ان يعود فريق اتلتيكو مدريد هكذا بتسع لاعبين بعد البطاقه الصفراء الثانيه لديجو جودين. باي باي في المدرجات. جماهير فريق برشلونه تقول للاتليتيكو هنا انت ساحر، انت خداع، انت ماكر يا سواريز. في الكره الماضيه نهض سليم معافى. البطاقه الصفراء الثانيه والحمراء. ما الحل الان بالنسبه لدييغو ميسي في التنفيذ في القائمه الثانيه او الاول؟ تسديده قويه والحارس اوبلاك سددها مباشرة ليو ميسي واوبلاك ينقذ الموقف. البارسا تبقى البارسا والاتليتيكو هو الاتليتيكو في حجمه. البارسا لا يقهر على ميدانه في الكامب نيو. يوصلها لنيمار. نيمار معاه بارتي. راوغ نيمار يوصلها من هناك ناحية بوسكيتس معاه ليو. هيلا لسواريز. جول. لا أردا توران يستلم. أردا توران يسدد كرة أرضية كاد يسدد الفريق السابق أردا توران. تمريرتك يا بوسكيتس كانت رائعة. تمريرتك لا تقل شأنا ولا قيمة عن تمريرات ميسي وإنيستا. يا عمل نفسه راح يمررها لجوردي ألبا، ولكن بعد ذلك باغ الدفاع فريق الأتليتيكو وحطها على طبق في اتجاه أردا توران. كاد يستا مرة ثانية. هاي الكرة لدانيال الفيش يسدد. قوية هذه التسديدة الأرضية الزاحفة من دانيال الفيش. من يقدر عليك يا برشلونة. البارسا متفوق في النتيجة بهدفين مقابل هدف واحد أمام واحد من المنافسين المباشرين للبارسا على الدوري الإسباني لهذا الموسم. ويحدث ما لم يسبق وان حدث للاتليتيكو انه يطرد منه ثلاث لاعبين. الكره لبوسكيتس يوصلها من هناك ناحيه ليو ميسي. ليو فعلها الساحر الفنان. ثلاث لاعبين راوغهم في رمشة عين، لاعبان في نفس الوقت والثالث في الوقت الاخر، ورفع الكره برجله اليمنى. شوف الاستلام المراوغه زوج لاعبين، ثم الثالث، ثم باليمنى يوزع كره من ميسي كاد يكون الثالث. رجعت لانيستا مع بيكي على الجهه اليسرى. شوف بيكي وين موجود الان. وصلت لو ميسي. ما نقدرش نقول بان البارسا لم يقدر على اضافه هدف ثالث. البارسا مطمئن، الكره عنده. وصلت لسواريز بصدره ليو ميسي. يرجع لسواريز والكره بعيده. كنت اقول باننا لا يمكن ان نقول بان البارسا لم تقدر على اضافه هدف ثالث. نفسه المهمه لكلاوديو برافو لكي يستلم هذه الكره فوق الرؤوس. كوكي يرفعها خطيره. والحكم يصفر خطا لصالح كلاوديو برافو. كاد يفعلها الاتليتيكو. نعم كاد يا اوبلاك. ريال مدريد. البارسا هل سيعزف منفردا في باقي مباريات الدوري؟ السؤال يبقى مطروح. الفارق الان 3 نقاط وانطلق نيمار على الجهه اليسرى. كره اخيره لنيمار. نيمار والحكم يقول لك لا يا نيمار. الحكم يقول لك لا ويخرج خوزي ماريا خيمينيز. يرسل كره بعيده لكاراسكو وبيكي. في اعتراض سيد الحكم، في اعتراض هنا من بيكي على كاراسكو. الحكم يقول لا ثواني ويصفر حكم المباراة ألبرتو أونياو ماينكو. انتهت المباراة. فوز البارسا بالثنائية منطقيا، انتصار مستحق. في شوط أول كان رائع، شوط ثاني كان في اتجاه واحد. شكرا لكم مشاهدي الأفاضل، ألقاكم وأنتم في ألف خير. إذا أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والتعليق، ولكي يصلك كل جديد اشترك الآن.